أهلا بكم في فترتنا المفتوحة وحوارنا الممتع والجميل والبناء مع الأستاذ الدكتور مجدي حسن علام، أستاذ الإرشاد الأسري. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور مجدي. أهلا بيك يا دكتور محمد. أهلا بجميع العاملين في الإذاعة التعليمية ومستمع الإذاعة التعليمية. يمكن موضوعات كتير بنتناولها مع حضرتك، وبعض المستمعين طبعا يعني بيكون لهم التعليقات الإيجابية والحمد لله والاستفادة من هذه الحوارات الممتعة. يمكن بنحاول نضع أيدينا على بعض النقاط السلبية في مجتمعنا ونتلافاها، والشيء الواحد قد يكون له جانب الخير وجانب الشر. يعني إذا استخدم استخدام حسن بيكون خير، إذا استخدم استخدام سيء بيكون فيه شر. كذلك الحياة ممكن الشيء الواحد أو نفس القاعدة تكون لها جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. يمكن من هذه الأشياء دكتور مجدي الفرق في السن بين الزوج والزوجة، إن الزوج يكون أكبر من الزوجة بمراحل سنية أو عمرية كبيرة، أو لما بيكون الزوجين العمر متقارب بينهم، أيهما أفضل يا دكتور مجدي؟ بص يا دكتور محمد، يعني دايما احنا عندنا المجتمع المعاصر دلوقتي بيرحب بشكل متزايد بالعلاقات اللي بتعتمد على فارق السن، وبيكون في فروق عمرية زي ما حضرتك ذكرت. ممكن تكون فروق عمرية كبيرة بين الزوجين، وغالبا إن لم يكن دائما بيعيش هؤلاء الأزواج حياة عادية. بغض النظر عن فرق السن، مفيش علاقة بتنجح إلا بين طرفين بيحترموا بعضيهم وبيفهموا بعضيهم بتواصل وبشكل جيد. الزواج اللي هو فيه فارق سن كبير بين الزوجين ليه إيجابيات وليه سلبيات. هنتكلم على الإيجابيات. أول حاجة بنقول في تنوع في وجهات النظر، يعني من بين المزايا لفارق السن في العلاقة بتنوع وجهات النظر اللي بيطرحها كل شريك. قد يكون الشخص الأكبر سن قادر على تقديم الحكمة، الخبرة اللي بتمنحه نظرة ثاقبة لمثل هذه المواقف في الحياة، وبرضه قد يكون مفيد بشكل خاص للشريك الأصغر سن اللي بيمر بمرحلة مختلفة من التطور الشخصي أو المهني. في المقابل قد يقدم الشريك الأصغر سن أفكار جديدة، وجهات نظر مختلفة عن الحياة، بينشط روح الشريك الأكبر سن وبيؤدي لتبادل وجهات النظر لمزيد من التحسن الشخصي وإسراء العلاقة بشكل كبير. الحاجة الثانية لفرق السن، الإيجابيات بتاعته إن هما بيكملوا بعضهم البعض. الاختلاف في السن يا دكتور محمد بيجعل الشريكين بيجلبوا مهارات وقوة تكميلية للعلاقة. بالتالي الشريك الأكبر سن بيوفر الاستقرار، الأمان من حيث المال والمهنة والنضج. الشريك الأصغر بيدي الطاقة والحماس والمغامرة، ومن ثم يمكن لهذه القوة التكميلية إن هي بتخلق ديناميكية متوازنة بيدعم أحدهما الآخر وبيعزز. في الواقع يمكن لكل من الشريكين الأكبر سن والأصغر سن تقديم الكثير عن العلاقة، حيث إن الشريك الأكبر سن بيوفر التوجيه والإرشاد، واللي يضفي الشريك الأصغر بيضفي من الحياة والحماس على العلاقة. ثالث حاجة من الإيجابيات تخفيف الضغط. العلاقة ما بين الزوجين اللي بيكون في فروق عمرية بينهم في بعض الأحيان من التوقعات المجتمعية عشان يقوموا بأدوار تقليدية. لو كان هناك فرق في السن، العلاقات دي بتتجاوز القاعدة اللي موجودة، وبعض الأحيان
بيشعر كل منهما بالحرج الشديد. لو هم مش عارفين ان هم متزوجين قد يعتقد ان هي بنته او هو اخوها الاكبر، ولكن لما بيكون في علاقة فيها ثقة وفيها ثقة وثقل بين الشريكين، عندهم ان هم يكونوا صادقين مع نفسهم وانفتاح في العلاقة معه. طب ايه السلبيات بقى يا دكتور محمد؟ ويعني هنا بقى هسأل حضرتك، فرق السن يعني مستحب يكون كم سنة يا دكتور مجدي؟ مع احترامي الشديد، الحب ما فيهوش كام سنة، لأن القلوب إذا توحدت وإذا كان هناك علاقة فيها قبول ما بين الطرفين، أنا ممكن أقول لحضرتك هو قد يكون 50 وهي 25، ممكن يكون هو 60 وهي 40. يعني الفروق العمرية دي بتحكمها الثقل النفسي ما بين الزوجين، حتى لو كان فرق العمر أكتر من 30 سنة. هنتكلم بقى عن الجوانب السلبية لفرق السن الكبير يا دكتور مجدي. الفرق العمري دايما بيشكل تحديات للصحة وطول العمر. قد يكون الشريك الأكبر سن عنده مشاكل صحية في وقت مبكر، ده بيستدعي التخطيط العاجل للرعاية بالإضافة لاتخاذ التدابير اللازمة لو حصل حالة وفاة. قد يكون الأمر صعب للشريك الآخر، خاصة لو هو مش مستعد لرعاية شريك أكبر سن. وعلاوة على ذلك يا دكتور محمد، إن لما يكون في فقدان شخص ما في وقت مبكر بيشكل عبء كبير على المستوى العاطفي. مراحل الحياة. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا دكتور. اتفضل، أنا سامع حضرتك يا دكتور. مراحل الحياة المختلفة، الفرق العمري اللي بين الشريكين بتفرقهم الأعمار في مراحل مختلفة من حياتهم. قد يؤدي لتضارب في الأولويات والأهداف الطويلة. على سبيل المثال، قد يفكر الشريك الأكبر سن في التقاعد، الشريك الأصغر بيركز على التقدم الوظيفي، إن هو يتبوأ مناصب في الوظيفة بتاعته. هذه الأولويات قد تولد توتر، ولازم تحتاج لتسوية وتفاوض بين الشريكين. عشان كده لازم يكون في صراحة حول احتياجات كل منهم وتوقعاتهم لإيجاد أرضية مشتركة وضمان علاقة متناغمة. في الحكم لو الزوج يعني طلع معاش مثلا والزوجة لسه ما زالت في العمل، فهو بيبقى قاعد في البيت وهي بتعمل، ربما يعني دي بتبقى شوية ثقيلة على بعض الأزواج يا دكتور مجدي. بالتأكيد النهارده حضرتك عشان كده قلنا لازم يكون في تناغم ما بين في العلاقة ما بين الزوجين. الفروق العمرية هتاخد مراحل الحياة مختلفة بينهم. ومن السلبيات برضو يا دكتور محمد ان العلاقة بتفرق بين الزوجين عشان المجتمع، وبيحكم المجتمع. يعني قد يكون الأصدقاء أو العائلة أو حتى الغرباء آراء حول صحة العلاقة ما بين الزوجين في الفروق العمرية أو ديناميكيتها نفسها. ده بيزيد من الضغوط والتوتر، وبيخلي الزوجين بيشعروا بالعزلة أو دايما عندهم دفاع عن نفسهم، ليه إحنا اخترنا بعضينا. وقد يصعب في هذه الحالة الحفاظ على العلاقة المتناغمة اللي أنا قلت حضرتك. لازم يكون في تناغم في العلاقة بعيد خالص عن الفارق العمري قد إيه زي ما حضرتك قلت.
ممكن يتقبل ان الزوج يكون اكبر من الزوجة، لكن بتبقى النظرة مختلفة لما تبقى الزوجة اكبر من الزوج. يعني بعض الفتيات قد تسأل مر القطار العمر في تعليم او كذا، ويتقدم لخطبتها زميل او كده اقل منها في العمر. فهل المجتمع بيتقبل مثل هذه الحالات ان الزوجة تكون اكبر من سن الزوج؟ هي في المجتمع الشرقي ما بتقبلش يعني بنسبة كبيرة، يعني لو قلنا 1% أو 2% من الحالات. ولكن في المجتمع الغربي لا، ما فيهوش مشكلة خالص، لأن النهاردة حضرتك في المجتمع الغربي ممكن تبقى الزوجة عندها 60 سنة والزوج عنده 40 سنة، وفي تناغم في العلاقات العاطفية بينهم. ودي مقبولة في المجتمع الغربي. في المجتمع الشرقي ما بتبقاش مقبولة، لأن زي ما أنا ذكرت لحضرتك إن الزوج مش هيبدأ يفكر إن هو واخد زوجة كبيرة في السن. ممكن يكون أنت عارف الغالبية في المجتمع الشرقي بيبقى عندهم مشاكل صحية متقدمة. زيد على ذلك الضغوط الحياتية اللي بيقابلها الزوجة اللي بتكون عندها السن متقدمة في السن عن الزوج. يعني هنا تشعر ان هو ممكن تكون في زوجة ثانية، في علاقات اخرى او غيره، فشوية يعني مش مستحب، مع ان هناك بعض الزيجات اللي بتبقى الزوجة اكبر من الزوج وبتبقى ناجحة يا دكتور مجدي. اللي هو بيكون الفروق العمرية مش كبيرة، يعني اما نكون لغاية 5 سنوات مقبولة يا دكتور محمد. غير مثلا الرجل والست، ممكن الرجل يبقى فرق أكبر في العمر عن الزوجة ب10 15 20 سنة. أما بالنسبة للعلاقات اللي هي الزوجة تبقى أكبر ما تزيدش عن 5 سنوات، لأن المهتمة بصحتها ولياقتها ودي ما بتبقاش باين عليها، وكتير من السيدات ما بيبقاش باين عليها الفروق العمرية لو هي أكبر من الزوج. يعني هنا القاعدة الأساسية زي ما حضرتك قلت هو الحب، والقلوب بترتاح لبعضها قد إيه. ويمكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد ربنا يكون المثلي، يعني هو يتزوج السيدة خديجة أكبر منه 15 سنة، هو 25 سنة وهي 40 سنة. يتزوج السيدة عائشة وهي أصغر منه بكثير، يعني أكثر من 30 سنة أو أكثر. ورغم ذلك الزيجة ناجحة في الحالتين. السيدة خديجة رغم تقدمها في العمر لم يتزوج عليها، وكان يحبها حبا كثيرا حتى بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاها. والسيدة عائشة كان يحبها أيضا حبا كثيرا، وكانت لها المكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو نموذجين في شخص واحد، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأولى أكبر منه في السن، ويعني بينهما حب، وأول من آمنت به من النساء ووسته ومواقفها التي يجب أن تكون للزوجة المخلصة لزوجها الوفي، وهو أخلص لها. وأيضا الفتاة الصغيرة المدللة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، احتواها صلى الله عليه وسلم في كثير من المواقف والأحداث. وده نموذج قد إيه الحب يصنع المعجزات، قد إيه الحب يقرب بين القلوب أيا كانت هذه الفوارق العمرية. زي ما حضرتك وضحت، العلاقة اللي أكثر صدق وانفتاح وبتتجاوز القواعد دي بتكون في بعض الأحيان بتتجاوز التوقعات المجتمعية عشان القيام بالأدوار التقليدية لو هناك فارق في السن بينهم. هذه العلاقات بتتجاوز القاعدة زي ما حضرتك ذكرت ما بين سيدنا رسول الله والسيدة خديجة كانت أكبر منه سنا، وبين سيدنا رسول الله والسيدة عائشة. الحرية في العلاقة والحب هو اللي أوجد
ان هم كسروا القاعده او الادوار التقليديه في الحياه الموجوده في الجزيره العربيه. النهارده يا دكتور محمد دايما بنقول الحياه اللي احنا بنعيشها لو كان في تناغم بين الزوجين، علاقه متناغمه، ارضيه مشتركه وكبيره وقويه، وفي دايما بيعدوا المشاكل والتوتر اللي ممكن يتعرضوا له. مفيش فرق سن بين الازواج. الفرق السن الصحيح هو فرق بين الازواج اللي بيكون عندهم مشاكل بسبب هذا السن. هنا بقى احيانا يعني تكون الزوجه سبق لها الزواج من شخص اخر، او الزوج قد سبق له الزواج من زوجه اخرى. عمليه المقارنه، يعني انا كزوجه ثانيه، او انا كزوج ثاني لامراه كانت متزوجه، رفع عمليه المقارنه يا دكتور مجدي. يعني ما قارنش بين الزوج الاول وزوج الثاني، او ما قارنش بين زوجتي الاولى وزوجتي الثانيه، او اقارن بين الام وزوجتي وهكذا، لان كل شخص يختلف عن الاخر. في دليل امان الاسره في الحياه دايما بقول ان انا ما بشجعش ولا بحب المقارنات. انا ما بحبش ان يكون الزوج يقارن زوجته، ودي اثار سلبيه بيكون ليها تاثير على الحياه الزوجيه. وفي نفس الوقت ما بفضلش ان الزوجه تحسس زوجها بان في الشخصيه بتاعته مختلفه على زوجها السابق. طب النهارده يعني عشان نعمل مقارنات، طب انت يعني انفصلت ليه عن زوجك الاولاني، او انت انفصلت ليه عن زوجتك الاولانيه؟ لو في مقارنات، دايما اقول في الزواج لا مقارنات للخطبه سابقه او زواج سابق ما بين الازواج. دي في حد ذاتها دكتور محمد بتسبب خلافات زوجيه شديده، وتؤدي في بعض الأحيان إلى حالات الطلاق، لأن التغاضي عن الصغائر اللي هي ممكن تحصل في المقارنات دي ممكن ما بيقبلهاش الرجل في المجتمع الشرقي، وممكن غيرة الست أو الغيرة اللي موجودة عند السيدات ما بتقبلهاش، وممكن بتوصل إلى مرحلة الانفصال. احيانا في المجتمع الشعبي او المجتمع الريفي مثلا يتوفى الزوج وبيكون ليه اخ اصغر منه، ففي المجتمع يقول لك عشان ده يربي ولاد اخوه، عشان يبقى حنون عليهم، فبيحصل زواج من ارمله اخيه. هل مثل هذه الزيجات بتنجح برضه يا دكتور مجدي، ولا نصيحه حضرتك ايه لي؟ انا شفت حالات زي كده حضرتك وكانت ناجحه جدا، وعلى النقيض شفت حالات برضو وفشلت، لان كان في الجزئيه اللي احنا بنرفضها في الصحه النفسيه، المقارنه. يعني بتبقى الزوجه تقول له ده اخوك الله يرحمه كان بيعمل ويسوي ويقول، او هي بتقول ده يعني، او هو يقول لها ده اختك كانت بتعمل وبتسوي وبتقول. المقارنات مش حلوه في الحياه الزوجيه. المقارنات ما بين الماضي مهما كان، هو توفى، هو انفصلت عنه، لا مقارنات. عيش اللحظه. لازم نكون عايشين اللحظة اللي احنا اتوجدنا فيها، وعشان كده الحالات اللي هي ناجحة كان أذكياء جدا في التعامل ما بينهم وبين بعضهم، سواء الزوج أو الزوجة، لأن حبوا بعض وبدأوا حياة جديدة بعد وفاة الزوج أو الزوجة السابقة للزوج أو الزوج. عشان كده بنقول يمكن ما فيش اتنين ربنا خلقهم كوبي، صورة طبق الأصل من بعض، سواء في الرجال أو في النساء.
كل حد ليه طعم، كل حد ليه أخلاق، ليه تصرفات، ليه مزايا، ليه عيوب. يعني أتقبل الوضع الجديد وأحاول إن أنا أتأقلم معاه أيا كان هذا الوضع أو ظرف ما وضعني في هذا الظرف. احنا دايما يا دكتور محمد بنوجه الازواج دايما ان لازم يكون في مصارحه. آه النهارده في اثار دايما سلبيه، زي ما ذكرنا في حلقات سابقه لمعامله الزوج لزوجته، ودي بتعتبر من الآثار اللي ليها تأثير سلبي على الحياة الزوجية، وبالتالي على حياة الأولاد، الصحة النفسية للأولاد. احنا النهاردة بنلاقي في نتيجة عدم احترام الأب لزوجته بيشعر الأطفال بالتوتر وعدم استقرار نفسي، وللأسف بنعاني من التوتر والصحة النفسية لكثير من الأولاد والمراهقين والمراهقات نتيجة الخلافات الزوجية وعدم احترام الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها. ويمكن ده بيوصلنا لمرحلة حضرتك حذرت منها كتير قوي يا دكتور مجدي، وبنكرر عليها، وهي مرحلة الخرس الزوجي زي ما حضرتك قلت. والله يا دكتور محمد، الخرس الزوجي نتيجة ان في الكثيرين من الازواج والزوجات بيشتكوا ان حالة من الصمت او الانقطاع عن التواصل ما بينهم. كل واحد فيهم بيختار او الاثنين بيختاروا عدم التعبير عن المشاعر، او ما بيتكلموش في اي حاجة، حتى قضاياهم اليومية ما بيتكلموش فيها. الحالة دي من المشاكل الشائعة اللي بتمر بيها الحياة الزوجية يا دكتور محمد، وبتؤدي لكثير من التوتر العلاقة، وتصل في بعض الأحيان أو الحالات إلى الطلاق. الأسباب معروفة: الضغوط اليومية، عدم وجود اهتمامات مشتركة، النقد المستمر من أحد الزوجين للآخر، فبالتالي النقد من الزوج او الزوجه الطرف الاخر بيتجنب الحديث عشان ما يبقاش في نقد. الصمت يعني يقول لك الصمت اسلم طريقه للخلاص من المشكله. وعدم التفاهم دايما قد يشعر احد الطرفين مفيش تقدير، مفيش فهم من الطرف الآخر، بيلجأ للصمت كوسيلة لتجنب الصراع اللي هو بنقول حضرتك عليه الخرس الزوجي. في آثار سلبية يا دكتور محمد وبنلاقيها في الشكوى من الزوجات أو الأزواج، إن بيحصل عندهم تباعد عاطفي. الصمت أو الخرس الزوجي بيزيد من البعد العاطفي بين الزوجين، بيجعل العلاقة باردة، يعني مفيش دعم عاطفي موجود في البيت. الشعور بالوحدة، كلا الزوجين بيعيش معا بس في صمت، في خرس زوجي. الصمت المستمر ده بيؤثر سلبا على الصحة النفسية، وبيشعر أحد الزوجين أو كلاهما بالوحدة، التوتر، ان هو عايش مع الطرف الاخر، مفيش كلام، مفيش حوار. يعني نعيش بالاجساد فقط، لكن القلوب والارواح كل في وادي، ولا يشعر الاخر بالاخر يعني. وللاسف في حالات كتير بنتدخل ما بين الزوجين عشان نصلح ما بينهم، لان بيوصلوا للمرحله مفيش مشاعر، مفيش افكار، في تراكمات. التراكمات دي في كثير من الحالات اللي أصلحناها في انفعال شديد هيضر بالعلاقة، وقد يصل بكلاهما ان هو يفضل الانفصال. طب احنا نتغلب على الخرس الزوجي ازاي يا دكتور؟ ايوه، ده نقطة مهمة يا دكتور. لازم نخصص وقت للحديث. يا الزوجة، انت شايفة الزوج جاي تعبان مرهق، ما ابدأش افتح معاه حوارات وافتح معاه مواضيع تخص البيت او الاولاد او كده. خلي فيه وقت
ياخد راحته. بعد ما نخلص وجبة الغداء بتاعتنا أو كده، ياخد الشاور بتاعه، أعمل كوباية شاي، أبدأ أخصص وقت بقى. أنت فاضي نقعد نتكلم مع بعض شوية؟ لازم إن يكون عندنا ثقافة الاستماع المتبادل، ودي بلاقيها في مشكلة ما بين الأزواج، إن هو ممكن عايز هو اللي يفضل يتكلم أو هي اللي تفضل تتكلم، دون إن هو يشعر الطرف الآخر إن هو مستمع جيد أو في تقدير واحترام للحوار. ودايما يا دكتور محمد بنأكد لغة الحوار تقدير واحترام. نعم. لازم يتعلموا الاثنين ازاي يعبروا عن مشاعرهم وافكارهم. يعني مفيش داعي للنقد او اللوم. لازم نبحث عن الاهتمامات المشتركة اللي بيننا عشان نعزز التواصل. وهنا بنقول برضه يا دكتور، يعني بعض الازواج، طب انت ليه ما بتتكلمش، او عندك ما يشبه الخرس الزوجي، فبيشكوا ان عندي زوجة ثرثارة، يعني كثيرة الكلام وكده، فانا بحاول اهرب من هذه الزوجة الثرثارة بالجلوس على المقاهي او الكافيهات او الخروج عند اصحابي، او بشغل نفسي باي طريقة. في حالات كتير يا دكتور محمد بيلجأ أحد الزوجين للمختصين في الاستشارات للعلاقات الأسرية. العلاقات الزوجية النهاردة كل حاجة ليها حل، مفيش مشكلة إلا ليها حل. وتطوير أو مهارات التواصل دي بقت متاحة للجميع. والنهارده حضرتك زي ما بنقول ان الخرس الزوجي مشكله بتؤثر سلبا على العلاقه بين الزوجين، بس هي مش نهايه الطريق. في تفاهم، في تعاون، في ازاي اتغلب على الزوجه الثرثاره. ودي ممكن الحلقه الجايه نتكلم على الزوجه الثرثاره واثارها السلبيه وازاي نتغلب عليها. ولازم نتجاوز اي حاله، وممكن يكون هو الزوج السرطان اللي هو عايز يفضل يتكلم ويجيب كل حاجه بتحصل له من ساعه ما بيصحى الصبح لغايه ما بيرجع. دي ليها اسلوب علمي، ولازم يكون في تواصل ما بين الزوجين عشان يقدروا يتغلبوا على هذه الحاله. يعني في مشكلة دايما، يعني وغالبا بنلاحظها يا دكتور مجدي، ان بعض الزوجات، وانا يمكن احدى السيدات كانت عندها مشكلة وبنتكلم في الموضوع ده، فقالت ان زوجها دائما يعني لما يكون في خلاف او شيء بيعنفها امام باقي افراد الاسرة، يعني المعاملة، فبتقول له يبقى العتاب داخل حجرة النوم او داخل عش الزوجية، مش امام الاولاد، مش امام باقي افراد الاسرة وهكذا، لان ده بيقلل من شأن الزوجة واحترامها عند زوجها وعند الاخرين. احنا يعني حذرنا كتير يا دكتور محمد ان المشاكل الزوجية اللي هي بيكون فيها احد الطرفين بيكثر من الشكوى والحديث عن ادق تفاصيل الشجار اللي حصل مع زوجته او هي مع زوجها. ازاي ان بيشتغل بقى الاخرين على هذه المادة الجميلة اللي كلها مشاحنات، وهو قاعدين يأججوا نار التشاجر. وعشان كده احنا بنحذر لا تتحدثوا في العموم عن ادق اسرار منزلكم. ده اسرار الاربع حيطان، ما تخرجش من غرفة اللي انتوا فيها لغرفة الاخرى، سواء صديق او الاهل او الاقارب، لان في الاخر حتى لو انتوا صالحتوا هتسيبوا اثر سلبي على الاهل او الاقارب بعد المشاجرة. احنا بنقول دايما للزوج احترم زوجتك، خليها ملكة قدام الاخرين، حتى لو انتوا في البيت في مشاكل، ومهما كانت المشاكل حتى اللي بينكم محدش يطلع عليها. خليها ملكة للجميع،
ادي محاسنها واذكر محاسنها في علاقاتك مع الآخرين. وانت برضو اذكري دايما محاسن زوجك قدام الآخرين عشان تكبري منه، سواء للأصدقاء أو الأقارب أو الأولاد. تدخل الأم بقى يا دكتور مجدي، اللي هي معروفة بالحما، ويمكن كثير من الأعمال الفنية والأفلام تعرضت للحما المصرية اللي بتكون متدخلة، واللي أحيانا يعني بتفسد الحياة بين ابنها وزوجة ابنها. وهنا بعض الأبناء أو الأزواج يصمم إن أمه لازم تكون هي رقم واحد في حياة زوجته واهتمامها بيها وعدم تجاهلها، والأم أيضا بتبقى عايزة طبعا تستحوذ على ابنها، وكأن هذه الزوجة أصبحت يعني ضرة لها كما يقال في لغتنا، أو زوجة ثانية لابنها. والله يا دكتور محمد، احنا المشاكل بعض الحموات، يعني في حموات امهات وفي حموات يعني ربنا يخفف كلامنا عليهم. النهارده كتير من الزوجات كانوا بيتصلوا عشان يناقشوا ان زوجها دايما بيشتكي كل ما يحدث داخل المنزل لوالدته، أدق التفاصيل بيبلغها لوالدته، وهي بتقول أنا دايما يا دكتور أنا مش عارفة أعمل إيه. حاولت إن أنا أفهمه إن إحنا علاقتنا وأي خلافات بتحصل إحنا اللي نحلها مش الآخرين. وللأسف بنلاقي كثير من الحموات زي ما حضرتك بتقول إن هم ما بيتدخلوا بيفسدوا الحياة الزوجية. حقيقي. خد بال حضرتك، كثير من الحموات اللي هي مرتبطة بابنها وبقى عندها غيرة من الزوجة. أيوة، عندها غيرة من الزوجة غصب عنها، غيرة لا إرادية، أنثى. خد بال حضرتك، يعني انت لو لاحظت تلاقي الاولاد البنات بيحبوا بابا اكتر، والاولاد الصبيان بيحبوا ماما اكتر. جينات وراثيه، وفي نفس الوقت هي حاله زي ما انت بتقول حضرتك، حاله يعني غصب عن الاب او الام، لان ارتباط كل من البنت بابيها او الولد بامه دي من صغرهم وهم موجودين، وارتباطهم بالاب او الام. انا بقول ابعد مشاكلك خالص عن حياتك الزوجيه، ما تتكلمش قدام والدتك عن كل ما يحدث داخل بيتك. مش لازم تاخد رأي الآخرين، وقد يكونوا أصدقاء مفسدين نفسهم ان انت ترجع لحياة العزوبية تاني عشان تبقى انت فاضلهم. قد يكون الغيرة زي ما احنا قلنا من الأم من زوجة ابنها، ودي حالات احنا بنشوفها بس مش كتير. احنا اللي بنشوفه اكتر الحما، الأم الحنونة اللي بتحب زوجة ابنها عشان هي اللي بتكمل معاه الرحلة اللي هي بدأتها معاه وهو طفل. لكن هذه بعض الحالات المرضية يا دكتور اللي احنا بنتكلم عنها حضرتك، يعني هنا بقى لو الابن قوي الشخصية، ازاي يفرق ويحتفظ بحب الاثنين؟ الام لها حقوق والزوجة لها حقوق، فهي عايزة عملية حساسة جدا ان انا احافظ على مستوى العلاقة بين الطرفين. خد بال حضرتك يا دكتور محمد، احنا دايما بنقول ان لازم الزوج عشان يكسب ثقة وحب واحترام والدة زوجته اللي هي حماته، لازم دايما يظهر حبه لخطيبته عشان يكسب حماته. ما لازم يعني يذكر حماته في المناسبات لانها ليها تأثير ايجابي، حتى لو برسالة حتى لو بوردة. لازم يساعد من الاتيكيت ان دايما لما بيجي يكلم حماته يظهرها
ان هي خلابة وجميلة وساحرة. ال- العلاقة دي بيكون لها تأثير إيجابي من أم الزوجة على زوج ابنتها، وبالتالي الزوجة اللي بتحافظ على علاقتها مع زوجها بتهتم بوالدة زوجها، تهتم بيها، وهي بتجيب الحاجات الحلويات او بتشتري المتطلبات بتاعتها من بره، تفتكر حماتها وتتكلمها وتتصل بيها. لو انت فاضيه حضرتك اجي اعدي واخدك وننزل نتسوق مع بعض. كل ده خديها وتفسحوا مع بعض وروحوا مع بعض في اي مكان، اتكلموا مع بعض. خليكي منصتة جيدة ليها واسمعيها، وعلى قدر استطاعتك لازم تتفاهمي مع حماتك، عشان هي دي اللي هتخلي حياتك فيها ايجابيات وفيها مشاركه. لان النهارده انت ما بتيجي بتسيبي اولادك بتسيبيهم عند حماتك، وانت نفس الكلام لما بتيجي تخرج وتتفسح انت وزوجتك بتسيب الاولاد مع حماتك. فلازم يكون في علاقه ما بين الازواج وحمات وحما كل منهم. يا رب السعادة تملأ بيوتنا كلها والمودة والمحبة، وتفضل بيوتنا دايما في حالة سعادة وفرح يا دكتور. ودايما نصائح حضرتك الجميلة للأسرة المصرية يعني بتمتع الجميع، وكتير قوي من مستمعينا بيستفيدوا من نصائح حضرتك دكتور مجدي. دايما إضافة وإضافة إيجابية لمستمعينا. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور مجدي. شكرا ليك يا دكتور محمد، وشكرا للعاملين بالإذاعة التعليمية ومستمع الإذاعة التعليمية. شكرا لحضرتك، كل سنة وانت طيب. وانت شكرا. طيب.